الشريفة العفيفة وصلت يا بلد. الشريفة العفيفة وصلت يا بلد. تنزل بنوس وصلت يا بلد. رايقة الزيغة يا مهلم. الشريفة العفيفة وصلت يا بلد. ناس كتير هاجمت والد البنت وناس كتير قالت انه عنده حق، وفي الفيديو ده هقولك الموضوع من الاول للاخر وايه اللي وصل ابوها واهلها للمرحلة دي. اولا الواقعة حصلت في محافظة الشرقية بصان الحجر قرية المسلمية بعد فرح البنت بايام بسيطة. البنت جهزت للفرح، اتجوزت وزفوها على عريسها يوم الخميس علشان تاني يوم الجمعة بدون مقدمات يرميها لابوها بحجة انها مش بنت. وما فيش يا باشا ساعات بسيطة الا والقرية كلها والقرى اللي حواليها سمعت بالخبر، ولو عايش في الارياف انت اكيد هتفهم كلامي كويس وحجم الكارثة اللي وقع فيها الاب واهلها، لان الارياف عائلات والحاجات اللي زي دي بتنتشر بسرعة فيها. ده غير ان كل واحد بيحكي كلام شكله ويحط البهارات بتاعته عليه. تخيل بنتك اللي تعبت في تربيتها وتعليمها وجهازها ويجي اليوم اللي تفرح بيها وتاني يوم فرحها عريسها يقول لك تعال خد بنتك علشان معرفتش تربي. ده غير طبعا سيرتك اللي بقت على كل لسان ومش عارف تطلع من بيتك تواجه حد وتشرح له ان الناس دي افترت على بنتك بالباطل. كويس جدا ان الاب ما تهورش وتصرف بالعقل وسمع لبنته وتحمل الظلم والقهر وكسرة النفس والفضيحة وحارب علشان يثبت ان بنته شريفة والناس دي فعلا ظلمتها. ومن جانب تاني البنت العروسة اللي فرحتها اتكسرت ورجعت تاني يوم جوازها لبيت اهلها بفضيحة، وبعد ما النتيجة طلعت مسك التقرير في ايده واتأكد ان بنته اتظلمت واتهموها بالباطل. خدوا اول صورة معاها وعمتوا البيضة على دماغها، ومن بعدها جميع اهل القرية استنوها على مدخل البلد. اول ما نزلت من العربية ابوها شالها على دماغه وزفها ولف بيها القرية وصمم انه يعدي بيها من قدام بيت جوزها، والبنت شايلة عمة ابوها البيضة ورفعاها لفوق. زغاريت من كل حتة، الكل بيهتف الشريفة العفيفة وصلت يا بلد. حقها وحق ابوها واهلها، وانا واحد من الناس مأيدهم في اللي عملوه، لانك لو حطيت نفسك مكانهم ممكن تعمل اكتر من كده. الظلم وحش والشرف غالي والناس ما بترحمش، والبنت واهلها اتظلموا واتكسرت فرحتهم واتفضحوا وسيرتهم كانت على كل لسان. فبعد ما اثبتوا براءة بنتهم مش عايزهم يفرحوا ويقولوا لكل الناس ان ربنا نصرنا على اللي اتهمونا بالباطل. الظلم وحش والطعن في اعراض الناس مش بالساهل. الحمد لله ان ربنا نجاها واظهر براءتها، وان شاء الله يكرمها باللي احسن منه. ومبروك عليكي، حقك اللي رجع لك. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.